تخضع لله فهذا جيد، وإلا فجالس المحتضرين وأصحاب الأمراض والأوجاع ليرق قلبك وتعرف نعمة الله عليك. فإن لم يصلح فاذهب إلى المقابر، وإلا فانزل القبر. انزل القبر. واجلس هنالك واشتم رائحة الموت، والمس بيديك الكفن المهترئ والعظام النخرة، ليرق قلبك. إن مثل هذا الموضع قد يقتل بعض أصحاب القلوب الرقيقة، لكن من قسى قلبه فصار كالحجارة أو أشد قسوة يحتاج إلى مثل هذا وأشد وأشد. هكذا الدنيا. من الناس من يحتمل الصيام 4 أيام متواصلة بدون طعام ولا شراب، من الناس وفي زماننا وبيننا الآن يحتمل، لا بأس. وغيره صيام يوم يكسر قلبه. إذن ليتناول كل منا ما يصلحه من ملبس أو مأكل أو مسكن، لكن لماذا؟ للآخرة. قال لي